خطوة عزيزة، قصة جديدة من قصة اللي ما بتخلصش من مطبخ أم الدنيا. النهاردة هنعمل لحمة ضاني بالرز الأحمر ومكمورة نباتي، محافظة مرسى مطروح بس الأكل من سيوة المرة دي اللي جوه مرسى مطروح. ومعايا الاكزيكتيف شيف والاوبريشن مانجر بتاع طبالي شيف عمرو ابراهيم. فيك يا شيف؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا واد. جايبينك في عز رمضان والدوشه والحاجات دي السيزون بتاعنا. ايوه بس معلش انت معانا برضه. تحت امرك. منورنا. نوري. انت هتبدا بقى تعمل لنا اللحمه الضاني بالرز الاحمر. تمام. اوكي، وبعد كده هقعد بقى ادوشك اسالك كتير. ماشي. واقول لك حبه معلومات على مرسى مطروح وسيوه. ماشي. وانا مستعد مدينه جميله وفيها حاجات كتير قوي. طيب كويس، انا كان نفسي اروح. ماشي يلا بينا. لسه ما رحتهاش؟ لا خالص. لا يبقى بعد ما تسمع مني هتروح. ماشي اوكي يلا بينا. رز احمر باللحمه الضاني، نص كيلو لحمه ضاني مكعبات متوسطه، كوبايتين رز مصري، بصله كبيره مفرومه، معلقتين كبار صلصه طماطم، 3 معالق كبيره سمنه، معلقه صغيره ملح، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات لحمه، قرفه، حبهان، ورق لورا، مرقه لحمه. بس هنبتدي الاول نعمل اللحمه الضاني بالرز. هو كله بيتعمل مع بعضه. ما تبقاش كل حاجه لوحديها عشان كمان الرز يشرب من النكهه والفليفرز بتاعه اللحمه الضاني. ودي بتاخد وقت، فهنبتدي فيها الاول، بعد كده نعمل حلو. نلبس الجلافز. انا ايه يعني اعتقد ان انا ماليش عوزه دلوقتي. ما انا ماليش عوزه. ايه ده؟ انا شايف معايا ده، انا هعمل ايه؟ هنسخن اول حاجه الحله بتاعتنا. هي عامه اللحمه الضاني دايما ما بتاخدش وقت في ما بتاخدش وقت غير اللحم البقري، فهي ما بتاخدش وقت، فيعني الموضوع هيبقى سهل معانا ان شاء الله. احنا مكوناتنا برضو بسيطه. احنا معانا الانجريدينت الاساسيه هي اللحمه الضاني، ومعانا الرز بتاعنا. التوابل بقى معانا قرفه عيدان، حبهان، ورق لوري، معانا فلفل اسود، ملح، بابريكا، بهارات لحمه، توم، والسمنه والبصل والطماطم بتاعتنا. مظبوط. يلا بينا. يلا بينا. احنا هنبتدي اول حاجه شويه سمنه. بس ايه، نبتدي. ماشي. سو بقى يا شيف عمرو 13 سنه طبالي. 13 سنه طبالي. هو عمري كله. انت معاهم طبالي من اول ما بدانا. انت من الاعمده بقى. ده كان اول فرع كان فين؟ اول فرع لينا كان في التجمع، في مجمع البنوك. اوكي. ده كان اول حاجه. حتى لما ابتدينا يعني كنا يعني من اوائل المطاعم اللي ابتدت في التجمع. ما كانش فيه مطاعم كتيره. فكان احنا هدفنا ان احنا لما عملنا طبالي عملناها عشان خاطر الاريا دي ما كانش فيها مطاعم. مظبوط. والكونسبت دوت ما كانش موجود بالحاجات اللي احنا بنقدمها دلوقتي، والكاجوال دايننج والحاجات دي كلها. مظبوط فعلا. فحاولنا نجمع كل الحاجات دي في المكان ده، وبعد كده بقى قعدنا نطور من نفسينا، وبدانا حاجات اول ناس في مصر عملناها. مظبوط. وبعد كده ابتدينا بقى نفتح فروع ثانيه. ما شاء الله. انتوا عدينا ال 20 فرع دلوقتي صح؟ صح كده. ما شاء الله. ده من غير رمضان. ايوه. لا رمضان بقى ده خيم، ده موضوع مختلف. رمضان لسه في خيم، ولسه في اوبننج فروع ثانيه برضو ان شاء الله، وفي بعد رمضان، فالحمد لله يعني. ان شاء الله. وانت في اول فرع كنت متخيل انكم توصلوا لكده؟ لا خالص. احنا كنا دايما بنحلم. يعني اول ما بدانا انا والاونرز احنا هنبقى ايه. فكانت هي دايما بصراحه متفائله، لا احنا هنعمل وهنعمل وهنعمل وهنعمل. اوكي. فهي كان عندها الفيجن اعلى شويه مني، بس احنا كنا كلنا بنفكر مع بعض، والتيم كله والمجموعه كلها كانت مبنيه على حب وترابط، فهي اللي نجحت البراند. معلش يعني عايزه برضو ابقى متحيزه للستات. هو دايما الستات بيبقى عندهم التفاؤل كده ايه اعلى بصراحه. لازم اقول يعني. اللي واللي عليا. ما احنا برضه عشان مشغولين بالمطبخ شويه كنت راحت ده هناك. فلازم يعني هي بتبقى عندها التفاؤل عالي شويه عندنا يعني. مظبوط. احنا بقى محافظتنا النهارده ايه؟ مرسى مطروح. ايوه. ومدينه سيوه. برافو عليك يا شيخ. تحب تعرف حبه معلومات؟ احب طبعا. اوكي. مرسى مطروح بقى اللي هي ايه؟ صخره الغرام، حمام كليوباترا،
رومل، مش عارفه ايه، كل الحاجات اللي انت عارفها دي حاجه، وهقوله لك حاجات جديده. انت عارف ان في مرسى مطروح في متحف مفتوح فيه اكتر من 30 او 40 سفينه غرقانه تحت البحر من الحرب العالميه؟ لا والله ما اعرف. بييجوا الناس يعملوا دايفنج، يتفرجوا عليها ويطلعوا تاني. حلو قوي. وعندهم شجر زيتون معدي ال1000 سنه، هم بيحبوه قوي. هم اصلا بيقولوا هي مشهوره بالزيتون. طبعا. طبعا هم اصلا بيقولوا سبب تسميه مطروح ان هي كانت ارض مطرحه، يعني مش عارفه اقولها ازاي بالعربي، مفروده كده. مفروده. هي مرسى مطروح جميله وكل المدن بتاعتها روعه، بس انا طبعا يعني الشاطئ بتاعها فظيع. رحتها مره بس من زمن يعني بعيد. لا هي محافظه جميله كويسه يعني قوي. وبعدين هي بقى مسافه يعني مش مأهوله بالسكان، يعني الكثافه السكانيه بتاعتها ما فيش. يمكن الناس قاعدين المساحه اللي قاعدين فيها مثلا 1 أو 2% من المحافظه، حاجه كده. الريحه لا ده لسه كمان لما خطيره الحاجه كلها تخش في بعضها. حطيت بقى القرفه، احنا حطينا اللحمه وشوحناها مع السمنه، وبعد كده حطينا التوابل بتاعتنا، حطينا البصل والثوم، وحطينا التوابل اللي احنا شرحناها في الاول كلها،